كتير مننا اول ما بيجيله مشكله او خبر حزين بتلاقيه انسحب والاعراض بانت عليه وان هو الحزن يعني، وتلاقيه خلاص بيقول يا جماعه سيبوني لوحدي انا عندي مشكله. طيب لما يجي بقى يوم فرح او يوم عيد او يوم فيه اظهار للفرح والسرور او نتيجه حلوه، تلاقيه لا عادي يعني الحمد لله وقاعد كده عادي. لا يا جماعه، لما يكون في يوم عيد مثال عيد الفطر زي ما احنا موجودين دلوقتي، لازم نبين الايه الفرح والسرور. واكتر ناس بتاثر بالحاجات دي هي الاطفال. طبعا انت اكتر واحد مستفيد، ثانيا اللي حواليك سواء زوجتك او اطفالك. تعال نتكلم عن الاطفال. طب انا ازاي ادخل السرور على قلوبهم؟ اول حاجه يا جماعه النيه. لازم اعقد النيه ان انا ان شاء الله هدخل السرور على قلب بيتي وعلى قلب اطفالي. بعد النيه دي بقى نقدر تتعدد بقى ايه لغات الحب، وتتعدد كل واحد بيتبسط ازاي. تعال ندي مثال. اول حاجه الهدايا. خلاص ان انا اجيب للطفل هديه، اجيب له لبس العيد، خلاص ادي له عيديه، خلاص. بعد كده ممكن نخرج معاه، نخرج مع الطفل، نخرجه نروح اي حته، كل واحد على حسب مستواه، اللي يسافر، اللي يروح النادي، اللي يروح الجناين، اللي يروح للاهل. طيب بعد ما كده نشوف حاجه ما كناش بنعملها في الايام العاديه. يعني مثلا في الطبيعي ما بنلعبش خالص، ما بنلعبش العاب اكتيفيتيز، يعني خلاص يوم العيد نعمل اكتيفيتيز ونلعب. يقول لك يعني يفضل العيد ده ميموري كويسه وذكريات كويسه، عشان احنا بنعمل فيها حاجات مش الطبيعي ان احنا بنعملها. خلاص. واخر حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه، التغافل. ما تخليش الشيطان ينكد عليك في العيد. خلاص. هو بيشوف اكتر وقت انت بتبسط فيه يقوم ضربك، مضيع عليك الفتره. هم 3 ايام او 4 ايام، او هي لحظه او هي سفريه. دايما قبل ما تكون ان شاء الله طالع في اي مكان او في وقت ان شاء الله يكثر فيه الفرح والسرور، اول حاجه كده ما تخليش الشيطان يبوظ عليك الاوقات ديت، عشان هو هيصطادك في الحته دي. ولو اصطادك يبقى انت خلاص الوقت بيعدي، الوقت ما بيرجعش تاني. فيبقى اول حاجه ان احنا نجيب هدايا، ندي هديه، ندخل فرح والسرور، نعمل حاجات ما كناش بنعملها قبل كده هوت، نسافر، نخرج، نروح جناين، نعمل حاجات ما كناش بنعملها قبل كده. واهم حاجه ان احنا ناخد نيه ان احنا نبسط اللي حوالينا، بلس ان احنا ما نخليش الشيطان ينكد علينا في هذه الايه الفتره او السفريه او ال3 ايام بتوع العيد او ما شابه.